ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى فيديو مختلف خالص، ما عملناش زيه قبل كده على القناه خالص. هنعمل اساسيات اللبس الشتوي او ستايلينج لحاجات من الدولاب عندي بطرق كتير قوي. هتساعدك لو انت بنوته داخله الكليه، لو انت جايه تتجوزي وعايزه ستايلات جديده اول الجواز، الوان جميله حاجات كده. لو انتم ملاحظين كل الالوان دي انا قبل كده ما كنتش بلبسها كتير، على اعتقاد ان هي بتغمقني، بتعملي اي حاجه، يعني مش بشوف نفسي فيها قوي. ولكن غيرت الفكرة دي ورميت كل حاجة وخليت الصيفي والشتوي لما ببصله بلاقي كمية ألوان سكر وقمر وكده. عملت بقى اللوك ده، بحب الروج ده قوي في الشتاء، لونه نبيتي كده، وحاطة هنا لون يعني اسمه ايه، خوخي شوية كده، مش بيتش زي ما انتوا بتقولوا بلغتكم يعني. بس كده. فتعالوا بقى هوريكم اكتر حاجة هتحتاجوها في الشتاء. اول حاجة انتوا محتاجين كوت يكون طويل، عشان خاطر او مش طويل قوي لان انا قصيرة، فمش بحب الكوت لحد الرجل، انا بحبه لحد بعد الركبة بحبة حلوين كده، بس مش لحد الرجل خالص. والبس عليه بوت او هاف بوت او كده، بيبقى اشيك بمراحل، وانا بحس كده قوي يعني، بحس ان انا بظلم نفسي لما بلبس طويل. فهوريكم اول حاجة اللي انا بقول لكم عليه هو ده. بصوا، هو ده. طبعا هتستغربوا من اللون وكده، بس انا قلت لكم وانا بشتري كنت بحاول طول الوقت ان انا اختار حاجات تكون الوان بوم كده مختلفه وستايلات مختلفه وحاجات من دي. فتعالوا بقى اوريكم كل حاجه هنلبسها ازاي، ولكن ممكن اوريكم القطع الاول وبعد كده اوريكم هنلبسها ازاي. طب ده بالنسبه للكوت الطويل. تعالوا بقى اوريكم الكوت اللي بعديه على طول. الحاجات اللي انا بقولها لكم دي اساسيات قوي قوي، عشان خاطر هتحتاجوها معظم وقت الشتاء، في نفس الوقت مريحه، في نفس الوقت لو انت اتجوزتي وبقيتي حامل او كده هي حلوه جدا، بتخليكي ماشيه واثقه من نفسك قوي قوي، وبتلم الجسم وتخليه حلو قوي قوي. تاني حاجه بقى ده عبد الغفور البرعي جدا، ولكن هو شيك قوي 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 في اللبس. بصوا تفاصيله تحفه، ممكن ينفع اصلا معاكي فورمال لو انت في الكليه، لو انت عندك برزنتيشن، لو انت عندك حاجه. فهو بصراحه سكر. عايزه اقول لكم ان الكود ده يعني كنت لابساه وعامله فيه ماتشنج انا وزوجي وابني، كان سكر يا جماعه، وليه صور معايا وحاجات تحفه. فبصوا كل دول هعمل لهم ستايلنج معاكم دلوقتي. خلاص، في بقى محتاجين يكون عندكم جاكيت. دول كوتات، انتوا محتاجين جاكيت بقى بسرعه كده نقفله طرحه ونمشي على طول في المطر كده، لو انتوا مش حابين تبهدلوا دول قوي. فالجاكيت بينقسم نوعين، ممكن على البنطلون يعني ممكن هنا كده، وممكن كروب كده وعلى جيب لو انتوا بتحبوا تلبسوا جيب او كده. فهوريكم حاجتين منهم. بصوا ده صغنطط كده، وطبعا عشان بس ينفع كده ينفع كده. بصوا هوريكم شكله عامل ازاي لما بيبقى متظبط كده. بصوا طبعا الالوان دي انتوا حرين يعني، اللي مش بيحب هو مش راضي يتحط على الشماعه يا جماعه. خلاص بصوا اهو، مش قصير مش طويل يعني، حاجه كده هنا كده على الجيب، حلو جدا جدا يا جماعه بجد، ولونه جميل بيدفي. كان عليه طبعا سيل ساعتها، انا بحب اشتري الحاجه بتاعتي في السيل قوي عشان خاطر استفيد منها. بصوا من جوه هاتوا حاجات يا جماعه تدفيكوا، سواء هتتجوزوا سواء كده متاخدوش بالشكل وخلاص. كده كده الجهاز طبعا كده كده بيكلف كتير قوي، فعشان ما تبقوش بتهدروا فلوسكم وفلوس اهاليكم كلها في الارض وكده. تمام، هعمل لكم دي ستايلنج دلوقتي تحفه بمليون طريقه. تمام، ده بالنسبه للجاكيت اللي هو القصير. طيب انا مش حابه ده ومش حابه البس قصير، انا عايزه جاكيت طويل على بنطلون يخليني اطلع وانزل في المواصلات بسرعه، لو انا حامل هيداري بطني، لو انا رايحه شغل هبقى مرتاحه كده. هوريكم حالا حاجه تحفه، استنوا. بصوا حاجه كده، شايفين الطول ده؟ شايفين كده بامب في نفس الوقت يتفتح يتقفل بقى براحتكم خالص. الماتيريال بتاعته تحفه، ووتر بروف لو انت برضو حامل والميه جت عليكي، المطر جه عليكي، لو انت في الكليه مش حابه هدومك تبوظ او الحاجات دي كلها، او ما تبرديش عموما، ده بيطرد الميه خالص. وتحفه يا جماعه، ولونه جميل ومن جوه حلو، الكاوتش بتاعه تحفه. فاحنا كده معانا 4 جواكت، مش هتحتاجي اكتر من كده ان انت تجيبيهم يعني، بلاش تكتروا عن كده، دول اساسيات الدولاب. ممكن بقى اقول لكم على حاجه كمان، ممكن تجيبوا جاكيت جينز قط او كم او كده، تلبسوه تحته هاي كولات وخلاص كده. طيب الهاي كولات بقى هنحتاج فيها ايه، هوريكم دلوقتي ثانيه واحده. بصوا جبت لكم
5 توبس هتحتاجوهم جدا 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 في الكليه او في البيت او في الجهاز عموما، لو انتوا عايزين تظبطوا اللبس الشتوي بتاعكم باقل تكلفه. طبعا دلوقتي الحياه صعبه قوي قوي، فالحاجات دي صدقوني هتفرق جدا وهتوفر معاكم حلو قوي. واستنوا طبعا السيل في اخر الشتاء، بيبقى في حاجات تحفه وعروض تحفه تقدروا تستفيدوا منها، تبتدوا تنقلوا حاجه بحاجه، تبتدوا ان انتوا تحوشوا وتجيبوا حاجه لنفسكم عشان تساعدوا اهاليكم، مش عيب خالص. بصوا بقى هوريكم حاجه حاجه كده مع بعض. بصوا لي كده، ده اللي هو الطويل خالص اللي انا بحب البسه على الكوتات. بصوا بيبقى كده، طبعا هو يعني بيبقى ضيق شويه، فانتوا وسعوا بقى عشان خاطر جسمكم ما يبانش قوي، يعني ظبطوه على حسب جسمكم برضه عشان ما نشيلش ذنوب وكده. تمام، ده بالنسبه لي الطويل. هنا بقى عندنا القصيرين انا جايبه منه اسود. بصوا لحد هنا كده مش قصير قوي على فكره، يعني لو بنوته رفيعه او كده ممكن اصلا تلبسه كبلاوز لوحدها، عليها سكارف، عليها حزام، عليها اي حاجه. بصوا فظيع، الماتيريال بتاعته خطيره. بصوا كده جميله بصراحه، بحبها قوي قوي قوي. الرقبه بتاعته مش ضيقه يعني مش كتيره، مش اللي هي العريضه قوي. فبصوا تحطوا الطرحه جواه وتخرجوا رهيب. بصوا انا برمي الهدوم على الارض بس عادي يعني. ده بقى بلبس منه، بلبسه كبلاوز لان هو واسع من تحت، وبلبسه كمان هو مقلوب بس، وبلبسه كتوبس تحت الجواكت الكبيره دي، بيبقى خطير، بيبقى حلو جدا على اسمها ايه، اسكرفات، على كوفيات طويله، على شيلان، على اي حاجه انتوا عايزينها، بجد خطير خطير خطير. بصوا كم واسع، ممكن البسه لوحده زي ما قلت لكم، عليه اكسسوارز كتير وبنطلون بوي فريند، واخرج الشتا متدفيه وفي نفس الوقت الموضوع حلو قوي. بصوا بقى دي توبس اختياري، تمام كده شكلها بيبقى عامل كده، تمام، ليها فتحه من الايد خلاص اهيت كده من هنا، مش عارفه باينه لكم ولا ايه، اهيت كده، بس خامتها تحفه، ستايل تحفه، تلبسوه على جيب لوحدها، تلبسوه على تحت هاي كوت طويل، جاكيت قصير قبل تحت الجيبه. بصوا يعني تحت الجيبه، على الجيبه كده، خطير 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 يعني، حلو قوي. في منه بقى كمان اللي هو مكتوب عليه الكلام ده، ممكن تجيبوا بقى من ده، يعني انا ما حبيتش ده قوي، ممكن تجيبوا منه بقى اللي هو البرنت بتاعت الزبرة، حلوه حلوه حلوه، بتبقى اشيك بكتير جدا من ده. بس انا حسيت ان هما دول اللي موجودين، وده كان احلى حاجه موجوده ساعتها. ده برضو فتحه من الكم، حلو قوي، بيبقى حلو جدا لو كل الطقم اسود وده تحتيه، خطير يا جماعه، على اي طرحه بيبقى تحفه. بس ده بالنسبه للتوبس وللجواكت. طيب انا مش بحب الجواكت، انا عايزه البس حاجه قطعه واحده مش تحتها حاجات كتير، هحتاج بلوفرز كتيره تكون عندي ابدل فيها. طب البلوفرز دي طولها ايه، خامتها ايه، دنيتها ايه؟ اكتر غلط انا وقعت فيه هو ده. بصوا ده هو في تحته يعني باين، هو حلو شيك قوي قوي قوي، عندك مناسبه في الشتاء بيبقى حلو جدا، لونه خطير، الرقبه بتاعته لينه وحلوه وواسعه كده، عليها كليهات هتبقى تحفه، جميل جدا. هو يبان هنا ان هو طويل بس هو قصير، هو اصلا فرق طول يعني من قدام لورا كده، فممكن اصلا ان انتي تلبسيه على كذا طريقه كذا حاجه. بس لو انتي سوري لو انتي بقى في الكليه وحابه ما تلبسيش توبس كتير وحاجات كتير وكده، فحاولوا ان انتوا ترجعوا للبلوفرز اللي هي مقفوله، اللي هي خلاص انا هلبسها والبس تحتها مثلا توب بقط او اي حاجه مش باينه، بس ما اضطرش ان انا البس بلاوز تاني تحت كل التقل ده، فاهمين؟ وخصوصا ان الشتا دلوقتي ما بقاش شتا، فاهمين؟ هوريكم بلاوز تحفه. بصوا 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 بصوا، دي بجد هي الصورة ظلماها، دي خطيرة، ناعمة ناعمة ناعمة، ألوانها فظيعة فظيعة، في كل اللبس بتبقى تحفة. أنا أصلا ما لبستهاش غير مرتين بس، ولكن والله يا جماعة معتزية بيها، كانت غالية وكانت براند تركي وتحفة تحفة تحفة تحفة. بصوا بصوا يا لهوي، مش متخيلين أنا ممكن أنام عليها كده، خطيرة خطيرة. هعمل لكم ستايلنج ليها برضو. طيب انا مش عايزه بلوفرز، مش عايزه جواكت، مش عايزه اي حاجه، انا بحب البس شميزات، مش بحب غير الشميزات، مفيش اسهل من الشميزات في الشتاء، تحفه يا جماعه. استنوا بصوا بصوا لي كده، ده الستايل ده تحفه في الشتاء تحفه. بصوا ده الطويل منه، بيبقى عليه هنا كده سلاسل، بيبقى على بوت طويل، على بوت قصير، على الميني دريس اللي عندنا. بصوا مليون طريقه تقفلوه تفتحوه،
تعملوا ايه، تلبسوا عليه سكارف، تلبسوا عليه طرحه مفتوحه منقوشه وتنزلوها هنا، تدي شكل حلو كانها توب تحته. مش عارفه اقول لكم ايه ولا ايه، تلبسوها على مليون توبس. يعني انا جايبه الاوف وايت ده بلبسه على بوتس بيبي بلو، بلبسه على بني، بلبسه على اسود، بلبسه على الابيض، بلبسه على البيج اوريدي اللي هو لونه تحفه. بناطيل كل العالم تليق عليه، حاجه كده وهم بصراحه، حلوه قوي قوي وشيك قوي قوي قوي. فده شيميز عشان ما تحيريش نفسك خالص. طب اجيب لك طول تاني ونشوف مع بعض انت هترتاحي في ايه. ثانيه واحده، بصي ليه كده، بصي بصي بصي، ده مش احمر تمام، ودي بصوا هو مش احمر، هو برجندي خالص، برجندي برجندي يعني، بس عشان نور الشمس ضارب في الاوضه دلوقتي. بصوا خطير يا جماعه، خطير، طوله حلو قوي. يعني هو مثلا جاي لي لحد هنا كده، يعني مش قصير، لحد بعد البنطلون بشويه كده، فهو حلو قوي قوي. هنا في جيب، هنا الحاجه بتاعته كده خشب، لذيذه جدا وحلو جدا وموضه جدا. بصوا على التون بتاع وشي خطير. بس دي الاساسيات اللي انا قلت لكم عليها في الشتاء. طبعا بتحتاجوا بوت اسود، بوت ابيض، بوت هافون. لو انتوا جبتوا الثلاثه دول بس طبعا براحتكم، يعني لو انت بنوته في الكليه ما بنكترش على بابانا ومامتنا، بنطلب بالراحه، بنطلب بادب، بنحوش حاجه حاجه كده ونجيب. لو انتوا طبعا ده مقدرتك ان انت تجيبيهم ثلاثه مع بعض، يبقى انت كده مليتي الدولاب، مش محتاجه اي حاجه تاني. الشنط السمراء والبيج والهافون بتبقى تحفه في الشتاء، خطيرة خطيرة خطيرة. الأبيض مش أحسن حاجة عشان خاطر ممكن مطرة حاجة كده، فبلاشها. بس دي كل الحاجات والأساسيات اللي أنا ممكن أقدر أقولك إن انتي تلمي بيها كل دولاب الشتاء بتاعك. تعالوا بقى نتفرج على شوية ستايلينج كده الحاجات اللي أنا وريتها لكم دي، وقولي لي رأيكم بقى في ذوقي. يلا بينا.